لك عايزه اعمل حواجبي مايكرو بيلدينج. حبيبي يا مايكرو. لا ده لوحدك ولا حد معاكي؟ لا هروح اعمل مايكرو. تدق يعني؟ وهركب حلقه هنا. فين؟ ليلي يعني بلاش تطلعي اسوأ ما فيا، اقسم بالله، عشان مش لوحدنا، عشان بس الناس، مش عشان حاجه اهو يا ابني. لكن لو احنا لوحدنا طلعي اسوأ ما فيا. هيبقى حلق صغير اللي هو بيبقى قد كده، ده هيبقى نازل كده بس. بجد؟ بس ماشي. واعملي بقى واحد هنا وواحد هنا وستة في ودانك هنا ومناخيرك ولا ايه؟ والدنيا هتبقى تمام. ده خلتيني متلخبط ما بين المناخير والودان. بس انت ايه رايك؟ عايز اعمل حواجبي عريضه قوي زي اللي بيعملوها هنا لحد هنا، شبه الشياطين تبقى حلوه، ولا شبه السعوديين؟ ما هي بتفرق. مالهم السعوديين بيبقوا حلوين كويسين. امال ايه؟ اجدع ناس طبعا. امال ايه؟ ما هو في ناس بتعملها كده وناس بتعملها كده، دي ليها رسمه ودي ليها رسمه. لا نعملها مايكرو بيلدينج شياطيني. السعوديين بيعملوها حلوه، لا انا عايزه الشياطين اللي هي تبقى طايره من هنا دي 6 متر كده لفوق و6 كده والمهم فيها حلق مدلدل من هنا. مدلدل؟ والنبي انت اللي شكلك عندك حاجه في دماغك مدلدله حبيبتي، اقسم بالله يا ابني. عايزه بهره. ابنك يا مشخه كبرتي وطلع لك سنان، هتقولي لي ابنك كبرتي يا ليلي. كبرت ليلي والله يا جماعه، والله العظيم كبرت. احا عليا. سلام عليكم. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. احنا اللي غمسنا في طبق واحد زمان، ستر وغطا. لو انت في اوضه كلها بنات هتختارني ولا هتختار احلى واحده فيهم؟ دخلت اوضه الاحلام مثلا فلقيت اوضه كلها بنات، هختارك ولا هختار احلى واحده فيهم؟ انت كده كده احلى واحده في الدنيا. انت اصلا ايه اللي مقعدك في اوضه فيها بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. الفيديو ده ردا على كل الناس، هو اكيد الناس مش سلبيه او مش قصدهم حاجه، فهم عايزين يعرفوا بس نقطه ان انا وليلي متخانقين او لا، وكل الاسئله انتوا متخانقين، انتوا زعلانين، احنا بنحبكم مع بعض، انتوا دلوقتي انا كنت لسه ما اتجوزتش، فكنت انا وليلي 24 ساعه مع بعض او بننزل بنتقابل كل يوم. بعد لما اتجوزت طارق ما عندوش ان انا انزل بالليل متاخر او انزل طول الوقت بره البيت، لو في شغلي اوكي، بره الشغل في البيت. فالمهم احنا عندنا في العيله عيب ان صاحبتي تجيلي في البيت وجوزي موجود، ممكن تيجي زياره وبابايا موجود او مامتي موجوده، خطيبها موجود كمان بالظبط. فجيت احنا هنا جينا على طول بعد الجواز، فجينا هنا على الساحل، فاحمد شافها، فالمهم عجبوا ببعض فهيتجوزوا فاتخطبوا، فما ينفعش ان هي تجيلي هنا البيت طول الوقت عشان احمد خطيبها، فده برضو عندنا عيب، ما ينفعش ان هي تيجي وهو موجود. فاحنا فصلنا بعض، بقينا صحاب بره، بس في البيت مش هينفع نتقابل كتير. وبابا عنده عيب، بابا اللي هو باباها برضو عنده العيب خالص ان هي تيجي عندنا واحمد موجود. اعدي التليفون عشان اضربك، بس قول لهم يا بابا. وبعد كده ما احنا قلنا الكلام دوت، وقلنا ان مفيش زعل يا جماعه، ما تركبوش على الترند وما تركبوش على الناس وتقولوا ان في زعل وفي بتاع، مفيش. طب ما افرض ان دي ليها حياتها ودي ليها حياتها، ليه زعل؟ ليه تحبوه؟ ليه تقولوا زعل؟ وخطيبها قاعد اهوت ومفيش اي حاجه، واحمد قاعد معانا 3 شهور لحد لما ننزل 1/9 هننزل مع بعض على القاهره، لانه احمد عايش معايا، عايش مع طارق اللي هو اخوه، احنا عايشين في بيت واحد. يعني اي راجل متجوز بيقعد في بيته براحته، لكن ده اخويا مفيش موضوع. ولا يا حمو؟ ده كده كده عمو. اصحى فيا جماعه مفيش مشاكل ومفيش اي حاجه ومفيش حد بيغيظ حد، مفيش حد بيضايق حد، احنا ما عندناش الكلام ده. حتى لو احنا ما بنتكلمش ومتخانقين، عمري ولا انا هطلع لقح عليها ولا هي تقدر تطلع تلقح عليا، عشان الحمد لله ما الناس فيش هي بينا اللي بتعمل حاجه بينكم كده الفتنه ديت بالظبط. احنا ما فيش بينا اي حاجه ان هي في يوم من الايام تخلينا ان احنا نقعد نتكلم على بعض. انا الكلام ده اصلا ماليش فيه، حتى لو هي فكرت تعمل كده مليون مره، في خصوصيات كتير محدش يعرفها، ولا عمري هطلع اتكلم فيها، ولا عمرنا نطلع نشهر ببعض، ولا ترندات ولا الكلام ده خالص، انا ماليش فيه نهائي.
فاحنا صحاب وحبايب واهل ومفيش بينا اي حاجه خالص، واحمد قاعد معايا ومفيش اي حاجه. وايه عايز تقول حاجه يا احمد؟ لا 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 تمام من بعدك مفيش كلام. انت قلبي. وانت لسه كنت بتقول ايه؟ اشاعات كلها اشاعات مغرضه، ومهما ما طلعوا اشاعات هتفضلي انت قولي لي اخويا. طبعا احنا اخوات قولش ومفيش احنا كام اي واحد حاجه. عشان كلنا هي راجل ما واحد. ردتش، انا برد عليكم وبفهمكم ان دي بقت حياتي الخاصه، وطارق في حاجات كتير قوي منعها، واحمد وهو فاحنا وهي مش هيبقى لهم حياتهم متخانقين. الخاصه برضه. بالظبط، كل واحد ليه حياته الخاصه. يعني انا لما يعني هو اتجوز ليلي لما يروحوا انت هتبقي مخطوبه لطارق، ما تجيليش البيت. طبعا ما ينفعش. فاحنا كل عندنا واحد ده ليه عيب حياته، في ليه حياته عيلتنا. الخاصه يا جماعه. بس انتوا بقى قولي لي اخت رضوى ورضوى اخت ليلي، ومفيش اي حاجه من اللي انتوا بتتكلموا فيها دي نهائي. بالظبط. انا خدت قرار ومع جوزي ان انا ليا حياتي الخاصه، فما نيجي نتقابل بس برا جوزك ما وخلاص. بيمنعكيش عن حد. لا. ما حدش يفهم كل غلط. واحد ليه حياته الخاصه وبس. وده ردي على كل الناس اللي كانت عايزه تعرف وتقول مشكله مشكله مشكله. هي مش مشكله، وان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل وربنا يكرمكم بكل خير. تاكل بصوا برجر. قاعدين طالما فاتحين قالت لي لايف. هي وكلتني في موضوعها لازم اعملها زي ما بعمل بقى. ايوه عنده بابا عنده يا ابني من وانا صغيره كل حاجه عنده عيب وغلط وحرام. ولا يصطاد. باشا بص، ام حمزه بتدعمني وفي ناس عماله تدعمني. حبيبي حمزه منوره. اقفل اللايف. انت منوره جدا. اقفل اللايف. انت تنويرك عجيب. لا ليه؟ عشان في بنات عماله تبعت وتتكلم متضايقه. ليه؟ طب لو بعتت لك اسد هسيب اللايف مفتوح ساعتين. انا مش شايف اصلا مين بيعمل ايه على فكره. بص وانا ما اعرفش، مش شايفه. زرع بقول شعرك مزرع. بيزرع لما بعد الخطوبه. بص الجمال ده الحلو ده. دي الحنيه كلها والله. ده ابويا ده ابويا ده ابويا. انتوا ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قول بابا بيقول لك اعملها كويس. معاها يبقى انا وانت يا ابني اعملها كويس يا طبعا ابني. في الدين يا عم محمد. اللايف ده أبويا. ما تخشش فيه بالطريقه دي تاني. حاضر حاضر مش هقول لميادة تاني انت. ميادة ايه وبتاع ايه يا راجل ده عينه. حاضر ما فاهمها. عامة كده احنا ما بنغيرش من حد يا حبيبي. عمركم ما هتلاقوا ضفرنا. ده كده ايوه قولي له. طبعا عمرك طبعا. عمرك ما تلاقي ضفرنا. انت عارفه ان أحمد. انت كرضوى يا كاختي شبشبك ب 100 راجل. ده طبعا كده اقسم بالله. يا ابني عمركم ما تلاقوا والله. ضفرنا. احمد الضفر اللي احنا بنقصه ده مع وداد عمركم ما تلاقوا زيه. دي حقيقه. انت حر. الضفر اللي بنطيره في الضرب يعني. لوحدي. لا ما هو عمو بيلعب. الضفر الصغير. انا وحش. اصغر ضفر صح على رأي وداد. ماشي. جدع يعني انا وحشه. الودان اللي بتطلع. يعني لو أنا سمحت وحشة. تسمعها. ما اقدرش وحشه. انت مش شايفه الرموشه واقعه في صفار بيض النهارده. ايه الحلاوه دي؟ دي رومانسيه بالنسبه لك؟ هي دي رومانسيه بالنسبه لكم؟ صفار بيضه امبارح كانت لابسه لي خيارايه، النهارده إيه ده؟ بيضايه والدنيا ماشيه. لا بكرة سلام حتة عليكم جبنة. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم.